اتهامات جديدة بتطول مصر وبتدعي انه مصر عم بتصنع اسلحة فتاكة لروسيا. مجموعة وثائق مسربة من البنتاغون اتهمت مصر بتصنيع السلاح، واتهامات تانية كتير ضد مصر وحكومة السيسي. شو قالت هاي الوثائق؟ طب شو هاي القصة؟ وشو حكاية السلاح الفتاك اللي بتصنعه مصر لروسيا؟ وشو السلاح المرعب يلي برضه بتصنعه مصر وسقط من رصد جواسيس البنتاغون وما اجى عنه سيرة بالوثائق الامريكية المسربة؟ ضجة كبيرة كانت مثل القنبلة الضخمة يلي انفجرت ودويها سمع كل الدنيا، والحكاية كانت مو أكثر من كذبة كبيرة زعمت فيها صحيفة واشنطن بوست نقلا عن وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة بأنه مصر خططت سرا لإرسال ما يصل إلى 40 ألف صاروخ إلى روسيا. وفورا طلع المتحدث الرسمي لخارجية مصر أحمد أبو زيد ونفى هاد وقال إنه مصر بعيدة كتير عن الموضوع هاد، وإنه من ساعة الأزمة بأوكرانيا وحربها مع روسيا وهي بتحافظ على مسافة واحدة بين الطرفين. وكمان أكد دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وغير هيك شدد أبو زيد على أنه بلاده دايما وأبدا بتحس الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات. ومن نفي الخارجية المصرية إلى نفي المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، واللي قال أنه الأنباء حول خطط مزعومة لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ سر هذا تلفيق وكذب كبير. وهذا الحكي وفق سبوتنيك. واشنطن بتقول لا مؤشر على الإطلاق على أنه مصر زودت روسيا بأي أسلحة فتاكة. طب وخلص الكلام لهون؟ لا، وطلع جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه لا مؤشر على الإطلاق على أنه مصر زودت روسيا بأي أسلحة فتاكة. وهذا كان رد على الأخبار يلي انتشرت وأفادت بأنه القاهرة كانت بتخطط لمنح موسكو قذائف وذخيرة. وأضاف كيربي مصر هي شريك معتبر في المنطقة، وكمان علاقتنا العسكرية معها ممتدة من فترة طويلة بحسب العربية، اللي علقت على تصريح كيري ووصفته بالمثير والعجيب وقالت تراجع أمريكي بيعطي مؤشر لسقوط جاية للدولة الزعيم بالعالم. وهذا تقريبا اللي قاله كمان الملياردير الأمريكي الشهير روبرت كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير، واللي أطلق مخاوف بخصوص مستقبل الولايات المتحدة وانهيار زعامتها. كيوساكي وضح أنه الولايات المتحدة انتهكت معظم القوانين الدولية طول السنين يلي فاتت لغاية ما العالم ما عاد قدامه غير انه يقول زهقنا من هيك دولة. كيوساكي اعترف انه امريكا اللي دمرت نفسها بالسنين القليلة اللي مرقت اكثر من اللي كان ممكن لاي عدو خارجي انه يعمله، والسبب هو غرورها وتسلطها واستخدام نفوذها دايما مو لمصلحة بني البشر لكن لمصلحتها الشخصية. وقال انانية، والنتيجة الجميع بطل يطيق سيرتها وبيتمنى لها السقوط اليوم قبل بكرة، وكثير بدأوا يبعدوا عنا ويرموا نفسهم بأحضان الروس مثل السعودية. مجلة أمريكية دولة عربية بتعتزم الابتعاد عن واشنطن بالمستقبل. وعلى ذكر توقع كيوساكي لأمريكا، كشف تقرير منشور بمجلة أمريكية أنه دولة عربية بارزة ممكن أنها تبتعد عن المدار الجيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية بالمستقبل بإشارة للسعودية. وذكر الكاتب كينيث رابوزا بمقاله أنه الإمارات ممكن تكون هي التالية من خلال تباعدها عن سياسات واشنطن. كينيث قال أنه بوادر هاد ظهر من خلال زيارة بايدن للمملكة العربية السعودية بيوليو الماضي، حيث تم استقباله ببرودة، واختارت الرياض بعد هيك الصين كوسيط بتقاربها مع إيران. بعدين بتجي الإمارات العربية المتحدة اللي بتعيد النظر حاليا بكثير من السياسات لواشنطن. ووفقا لكينيث واللي أضاف أنه أبو ظبي اليوم رح تشتغل كرمال مصلحتها الخاصة كأولوية، وهذا حقها وحق بلاد كثير شايفة أنانية من أمريكا وكمان تسلط. وقال رابوزا لو كان هذا كله بيعني أنه يجب عليك الاختلاف مع الولايات المتحدة أو حتى الانفصال عنا بشأن القضايا الجيوسياسية فليكن ذلك. رابوزا قال كمان بالنسبة لمراقبي الدول النامية بيحتاج المرء فقط إلى النظر لفشل الولايات المتحدة بفرض عقوباتها على روسيا كمؤشر رئيسي، والإمارات العربية المتحدة مثال على الانسحاب العام من القيادة الغربية. وتابع الكاتب بالقول بالنسبة لأمريكا تعتبر الإمارات شريك مهم على الصعيدين التجاري والاقتصادي، ومن حيث النفوذ السياسي فهي رابع
أكبر متلقي للإمدادات العسكرية الأمريكية. وعلى سبيل المثال بعام 2020 شكل رأس مال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 45 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية للولايات المتحدة. لكن رابوزا رجع وقال إنه ممكن هذا الشيء يتغير كتير، مو بس بالنسبة للإمارات لكن لدول عربية أخرى عديدة، خصوصا بقصة التعاون العسكري وصفقات السلاح الأمريكية. وقال كتير رح يتخلوا عن التعاون معه ورح يستغنوا عن صفقاته ورح يروحوا للبديل الروسي القوي. 60% من صفقات السلاح المصري لجيش مصر من روسيا، وبتصنع وبتنتج هذا السلاح المرعب. وعلى ذكر الصفقات بنشوف انه الجيش المصري بيمتاز بتنوع مصادر سلاحه خلال الفترة الأخيرة، حيث قررت القيادة المصرية من 2013 وبعد أزمة المساعدات العسكرية الأمريكية اتباع سياسة تنوع مصادر السلاح، واللي كان أغلبه بنسبة 60% من روسيا، ومعظمها صفقات مقاتلات خطيرة مثل سو 35، هذا غير الرافال الفرنسية. هذا غير انه بتصنع أسلحة ومعدات عسكرية قوية ومجموعة من طائرات التدريب، بالإضافة لتصنيع دبابات أبرامز الأمريكية بنسبة بتتخطى 90%. كمان وبالآونة الأخيرة أعلن الجيش المصري دخول عالم الرادارات وتصنيع رادار ثلاثي الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومتر، صنع محليا بالكامل، هو بمستوى الرادارات العالمية. كمان بتنتج مصر الدبابة الأمريكية الأشهر M1A1 بنسبة 90% بدل من الشراكة القديمة مع الولايات المتحدة، لتكون صناعة مصرية خالصة تقريبا، وبتصل تكلفة الدبابة الواحدة حوالي 3 مليون دولار. بالإضافة لهذا بتنتج مصر المدرعة فهد وعائلة مدرعات التمساح متعددة الفئات، وغير هذا كتير من السلاح المصنع داخل مصر. لكن حكومة مصر أعلنت إنها بتتجه دائما للحلول السلمية لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبتتعامل دبلوماسيا مع كل الملفات والتطورات بالتنسيق مع حلفائها بالمنطقة. والسلاح المصري وتطوير منظومات الدفاع هو إجراء من الدولة للحفاظ على أمنها بحال وجود تهديد وجودي بيهدد أمنها واستقرارها.